نداء لكل ست بيت، وكل ست بيت بتغسل مواعين. يا ستات بيوتنا، انتوا بتشربونا صابون سايل وانتوا ما تعرفوش. دلوقتي انتوا واحنا رقبة، احنا امانة في رقبتكم. ويا جماعة خلوا بالكم وشيروا الفيديو ده، وخليك معايا عشان اقولك لكل ست بيت بتتفرج على الفيديو ده. دلوقتي وانت بتغسلي المواعين بصابون سائل، بيبقى فيه مادة من المواد الكيميائية ما بتنزلش بسهولة في لما بتشطفيها بالمية. طب الحل ايه؟ الحل هقولك معايا الحل دلوقتي وانت بتغسلي بالصابون السائل، انت طبعا بتروحي طبعا الصبانة، بتشتري الصابون اللي انت شايفاه ده، اللي هو صابون مجهول المصدر معمول تحت سلم، انت ما تعرفيش محطوط ايه. يعني بيحطوا فيه مواد كيميائية عشوائية، مش بالدرجة اللي هي المفروض تتحط بيها. ان انا كنت شغال طبعا في صبانة اكتر من 10 سنين، وفاهم، وبقولك ان لو ما تحطش الحاجات بجرامات معينة، يعني الحاجات دي، المواد الكيميائية دي لو ما اتحطتش بجرامات معينة ممكن تأذي المعدة بطريقة بشعة جدا. وتخيلي وانت بتغسلي المواعين، الصابون ده بيبقى فيه مواد كيميائية خطيرة جدا بتأثر على المعدة وانت بتغسلي المواعين. فالمادة الكيميائية دي ما بتنزلش كلها طبعا في المية، لان المية اللي انت بتشطفي بيها دي مية يعني نازلة من حنفية، فبالتالي بتأثر على المعدة وبتجيب بتدمر جهاز المناعة، وبتجيب أمراض في المعدة بعد الشر. فاحنا عشان نحل المشكلة دي، مش هقولك مش هنغسل بصابون، لا هنغسل بصابون، بس نجيب حاجة موثوق منها. يعني ممكن نجيب من شركات محترمة، وممكن ان احنا نخفف الصابون ده على قد ما نقدر، ونحط عليه خل. ليه بقى الخل؟ ان الخل بيمنع اي بكتيريا. الخل بيمنع اي بكتيريا. حتى بيقول لك اما بتيجي تشتري خضار بتنقعيه في ميه بخل، بحيث ان هو يشيل كل البكتيريا اللي جواه. تاني حاجة حضرتك وانت بتغسلي المواعين، تلبسي جوانت في ايدك، عشان المواد الكيميائية دي بتأثر على الجلد، وبعد الشر ممكن تجيب امراض جلدية. وتالت حاجة معانا عشان نتفادى كل ده واحنا بنغسل المواعين، بعد ما نشطفها الاواني والكوبايات بتاعتنا، بنقدر ان احنا نغسلها بمية سخنة، بحيث ان احنا نقدر نقلل المادة الكيميائية دي. فلكل ست بيت بتتفرج على الفيديو ده، امانة في رقبتك ان انت تشيري الفيديو ده عشان الدل على الخير كفاعله. وكالعادة ما تنسوش تدوسوا علامة الزائد اللي على صورتي.